ريال مدريد 4-3-3 كاسيميرو اغلب الاوقات، وهنا لوكا مودريتش وهنا كروس. فريق ريال مدريد عنده مشكله كبيره جدا في الخروج بالكره تحت ضغط. بمعنى ايه؟ ان لو الفريق بيضغط على ريال مدريد ضغط عالي، ريال مدريد بيعاني كتير جدا في الخروج بالكره. وهنا هننتقل منه لتفكير بقى في مباراه السيتي. في حاله عدم قدره قلبين الدفاع او لاعب الارتكاز انه يقدر يخرج بالكره، فبيضطر لوكا مودريتش اللي المفروض انه بيشتغل اكتر واغلب الوقت في المساحه هنا بين الخطوط عشان هو اللي يوصل فريق ريال مدريد لل 30 متر الاخيره. بيبقى دور لوكا مودريتش ايه؟ بيعمل ادوار مش بتاعته، فبيتهلك بدنيا. هو بيضطر انه ينزل كتير لتحت عشان يبقى هو اللعيب اللي بيقدر يخرج الكوره من تحت لقدام. ففي النهايه المنطقه دي بتفضى، مفيش حد بقى يربط الخطوط، فبيضطر كريم بنزيما انه ينزل هو اللي يستلم ويطلع ريال مدريد في المنطقه دي، فبيغيب عنك العمق الهجومي. ففي النهايه ممكن تعاني كتير جدا في التسجيل في اوقات كتيره من اغلب ماتشاتك الاخيره.